تخيل معايا هاد الام هادي اللي كتشوفوها في التصويره دابا غادي تخدم بطريقه اللي ذكيه وغادي تخلق الرعب في اخطر عصابه في المكسيك، وهذا الشيء كامل بسبب داكشي اللي داروه في بنتها. وباش تفهموا اشنو واقع بالضبط كملوا الفيديو حتى الاخر. واحد السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناه سوما ستوريز. هنا ماشي غير كنحكيو قضايا وانما كنحلوها، نربطوا احداثها وكنطرحوا ديما نفس السؤال علاش وكيفاش. فإلا كنتي من عشاق التحقيق والغموض فانت في المكان المناسب. ما تنساوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وكتشجيع ودعم منكم ما تنساوش ليا زر الاعجاب. ودابا الا كنتوا واجدين يلا نبداو قضيه اليوم. بعدا قبل ما نبداو غادي تشوفوني دايره الشال، راه الموت ديال مود البرد. راه عرفتي كنصور لكم وما كرهاش نحط واحد الكاشه هنايا حدايا ونتغطاو ونهضروا انا وياكم ونتجمعوا، حيت فعلا راه السم ديال البرد. المهم ما نطولش عليكم، القضيه ديالنا اليوم غتاخذنا للمكسيك وبالضبط واحد المدينه سميتها سان فرناندو، عند واحد السيده اللي سميتها مريم رودريغيز. مريم تولدات في 16 جوج من عام 1965. منين حلات عينيها وهي ساكنه في هذه المدينه واللي ما كانوش فيها اصلا بزاف ديال الناس، شي 60,000 واحد فحال هكاك. مريم كانت عايشه واحد الحياه اللي طبيعيه، تزوجات وولدت 3 ديال الوليدات. الاولى سميتها ازاليا، من موراها لويس، واخر العنقود كانت هي كارين. من بعد ما مريم ولداتهم ولات كتحس بانه الدار ديالها ما بقاتش امنه بحال النهار الاول، وهذا الشيء هذا بسبب المشاكل الكثيره اللي كانت كتوقع في البلده اللي كانت ساكنه فيها، حيت بكل بساطه كانت قريبه من الحدود اللي كاينه ما بين المكسيك وامريكان. يعني بهذا المفهوم كانت حداها غير الصحراء والخلا والقفار، وحيت كانت هذيك الجهه خاويه بزاف كانوا كيهربوا فيها المخدرات بكل سهوله. واللي خاصكم تعرفوه بانه في هذه الوقيته هذه كانت تما واحد العصابه اللي كانت سميتها لوس ماتا زيتاس، وخاصكم تركزوا معايا مزيان حيت كانوا تما بزاف ديال انواع العصابات، وكل وحده فيهم كتكون شاده منطقه في المكسيك. داكشي باش كانوا ديما المشاكل والصداعات والحروب ما بين التجار ديال المخدرات، الشيء اللي غادي يخلي بزاف ديال الناس يموتوا، الناس اللي ما كان عندهم حتى شي ذنب في هذه الحياه من غير انهم تولدوا في هذيك المنطقه. وإلا جيتوا وقلتوا لي واخا وفينا هما البوليس من هذا الشيء هذا كامل، غنقول لكم بانه الاغلبيه ديالهم كانوا كيرشيوهم نيت هاد العصابات باش ما يديروا حتى شي حاجه، اولا نقدروا نقولوا يديروا براسهم ماشي فين والو. داكشي باش هاد الفتره هذه بالضبط كانت كتعتبر من اكفس الفترات في التاريخ ديال المكسيك كلها. ومن بين العصابات القويه اللي كانت تما هي عصابه لوس ديتاس، واللي كانت شاده المنطقه ديال سان فرناندو واللي كانت عايشه فيها مريم. الخدمه ديال هاد العصابه كانت كتكبر نهار على نهار، ومن غير البيع ديال المخدرات غادي يوليو كيديروا حتى جرائم اخرى بحال يخطفوا يبتزوا او لا يغتالوا شي واحد. زيد عليها كانوا كيشدوا حتى الناس اللي كانوا كيحاولوا يهاجروا هجره غير شرعيه وكيحاولوا يقنعوهم باش يخدموا معاهم، وإلا ما بغاوش كيصفيوها ليهم. وهذا الشيء هذا كامل غير باش يضمنوا بانه حتى شي واحد فيهم ما غادي يقدر يخدم مع شي عصابه منافسه ليهم. واللي بغيت نقوله لكم عاوتاني بانهم كانوا كل نهار كيصفيوها لبزاف ديال الناس، لدرجه بنادم كيكون غادي في الطريق كيلقى حداه جثه ديال شي واحد وعادي. بلا عاد شي بعضين كانوا كيتختفاو في خطره وحده، وعائلاتهم من بعد ما كيبقاو كيقلبوا عليهم كيلقاو الجثث ديالهم مرميين في القبوره. داكشي باش الاغلبيه ديال السكان اللي كانوا عايشين تما في هذيك الوقيته كانوا كيخافوا حتى يخرجوا من ديورهم، حيت ما كانوش كيعرفوا الا خرجوا من هاد الديور هادو واش غيرجعوا تاني او لا. وهذا الشيء هذا غادي يخلي مريم تنقل وليداتها ازاليا ولويس لواحد المدينه اخرى في المكسيك واللي كانت سميتها فيكتوريا. اما البنت الصغيره كارين غادي تجلس مع امها باش تعاونها في المحل ديالها واللي كانت كتبيع فيه دوك الطرابش ديال رعاة البقر كوبوي وداكشي. المهم كلشي كان غادي مزيان وهو هذاك، حتى غادي توقع واحد الحاجه في 2012، وهاد الحاجه هادي غادي تقلب الحياه ديال هاد العائله رودريغيز راسا على عقب. 23 شهر واحد من عام 2012 كانت كارين راجعه من الخدمه بوحديتها بالطوموبيل من بعد ما خلات امها في المحل. خطره وحده واحد الطوموبيل غادي توقف حداها وخرجوا منها مجرمين هازين الاسلحه وسيفوا عليها باش تخرج من طوموبيلتها.
من بعدها هزوها ورموها في الطوموبيل ديالهم وسولوها على العنوان ديال الدار ديالها. البنت بكثرة الخلعه قالت لهم عليه. مشاو معاها نيشان لتما، دخلوا ربطوها وسدوا ليها فمها وبقاو جالسين كيتسناو اي واحد من العائله ديالها يرجعوا باش يطلبوا فديه. والغريب في الامر انه حتى شي واحد ما جا للدار. تما غادي يهزوها تاني وغياخدوها معاهم للطوموبيل ومشاو. من بعد شي سويعات قلالين من هادشي هذا اللي وقع، مريم امها غادي ترجع، وغير دخلات وما لقاتش بنتها بدات كتطلع معاها السخانه البارده والسخانه السخونه. وانتم عارفين دابا علاش، بسبب الكوارث اللي كانوا كيوقعوا عندهم تما. وغادي تبقى مريم والعائله ديالها كيقلبوا على كارين ويقولوا ما قلبنا، ولكن للاسف كاع المحاولات ديالهم باءت بالفشل، وغادي يبقاو جالسين كيتسناو المديره ديال ربي وصافي. حتى غادي تصوني ليهم العصابه ديال لوس زيتاس وقالوا ليهم بانه باغيين فديه الا بغاو يشوفوا بنتهم تاني. طبيعة الحال هاد العائله ما كان عندهم حتى شي حل اخر من غير انهم يسمعوا وينفذوا داكشي اللي قالوه ليهم. وبالفعل الام والاب غادي يمشيو للبنكه وغادي ياخذوا سلف من عندهم. من بعدها العصابه غادي يرجعوا تاني يصونيو لهم وقالوا ليهم يخليو الفلوس حدا واحد الكابيني ديال شي طبيب، ومن موراها يمشيو لشي قبور كاينين حداها ويجلسوا يتسناو منهم ابل اخرى. وبالفعل مريم وراجلها داروا داكشي بالضبط اللي قالوا ليهم. فاش مشاو لهادوك القبوره بقاو جالسين كيتسناو تما بالسوايع على امل انه شي واحد من العصابه يصوني ليهم، ولكن والو ما كاين اللي داها فيهم. رجعوا تاني للدار بلا حتى شي نتيجه وبلا حتى بنتهم كارين. من مورا هادشي اللي وقع بشيامات، مريم غادي يصونيو ليها العصابه وقالوا ليها بلي خاصهم فديه اخرى الا بغات تشوف بنتها. هنا مريم تعصبت وقالت لهم ما يمكنش تعطي لهم الفلوس من غير الا شافتهم وتهضر معهم بنفسها. والغريب في الامر انه غادي يوافقوا على هذا الشيء هذا اللي قالته لهم، وتفاهموا باش يتلاقاو في واحد الريستورون سميتو الجونيور. وبالفعل تما مريم غادي تقابل واحد من هذوك العصابه وقال لها بانه ما غيقدرش يقول لها حتى شي معلومه على بنتها الا عطات لهم 2000 دولار. وهما كيتناقشوا في هذا الموضوع هذا، مريم غادي تسمع شي واحد كيهضر معاه من هذاك تولكي وولكي. من بعدها غادي يجاوب هذاك اللي كان معاها وناض ومشى وخلاها جالسه تما. واللي ما كانش عارفو هذاك اللي كان تما معاها انه مريم عرفت السميه ديالو، حيت هذاك اللي كان كيهضر معاه عيط ليه بسامه. هي هنا بقات عاقله على هاد السميه مزيان، ومن بعدها بشي ما تعاود غادي تجيب لهم الفلوس وعطاتهم ليهم، ولكن ما غاديش يجيبوا ليها بنتها. واللي بغيت نقول لكم بانه هاد الشيء هذا اللي داروه معاها بقى كيتكرر ما مره ما جوج. كيصونيو ليها كيطلبوا الفلوس باش تشوف بنتها، كتدبر ليهم في الفلوس كياخذوهم وما كيجيبوهاش ليها. كانت كل مره كتعطي لهم فلوس على امل باش تشوف بنتها ولكن بدون جدوى. في هذا الوقت هذا مريم غادي تمشي لكاع القنوات الاخباريه باش تخلي هذا الخبر ديال اختفاء بنتها يتنتشر ويقدروا يعاونوها. وللاسف عاوتاني كاع المحاولات اللي دارتهم غادي يفشلوا، حيت كيف قلت لكم المدينه كلها كانت اصلا تحت من السيطره ديال عصابه لوز زيتاس، والناس كاملين بهم كانوا كيخافوا منهم حتى من البوليس. مريم ما كان عندها حتى شي واحد يقدر يعاونها، حيت في الاخير كارين كانت مجرد اسم في قائمه كبيره وعامره بالاسماء ديال ناس اخرين، شي اللي غادي يخليها تحس بانه صافي هاد العصابه ما غاديش يرجعوا ليها بنتها ويقدروا يكونوا صفوها ليها كاع. هنا مريم غادي تحلف وتصحف وتوعد بانه واخا حتى وكان يكونوا صفاوها لبنتها ما غاديش تخلي القصه ديالها تسالي هنا، وتوعدات بالانتقام ليها. اول حاجه دارتها هاد مريم هي بدات باول واحد عرفاتو، واللي هو هذاك السيد اللي تلاقات به في هذاك الريستو اللي كانت سميتو سما. وغادي تبقى جالسه بالسوايع حدا البيسي وهي غير كتقلب على سميتو في الفيسبوك. وبالفعل غادي تلقى بانه هاد سما كانت مطاقيه شي وحده وحاطه تصويرتها هي وياه. وهاد البنت كانت لابسه واحد الطابليه فيها ليكون ديال الايس كريم، وبقات كتقلب على هاد البنت وحتى على البلاصه اللي خدامه فيها، وغادي تعرف بانها كتخدم في واحد المحل ديال الايس كريم في مدينه فيكتوريا. مريم مشات لتما وجلست مع بنتها اللي كنت قلت لكم في الاول صيفطاتهم هي والولد ديالها لهاد المدينه، وولات كل نهار كتمشي لهداك المحل وكتراقب هذيك البنت لمده طويله حتى غادي تشوف سما. وكان باين واضح من الطريقه اللي كيهضروا بها بانهم كانوا على علاقه ببعضياتهم. وغادي تبقى مريم تابعاهم حتى غادي تعرف العنوان ديالهم. والحاجه الزوينه اللي كانت فيها هي كانت ذكيه بزاف، حيت غادي توثق كاع داكشي اللي كانت كتشوفه قدامها،
والناس اللي تلاقات بيهم وبلايص اللي كانت كتمشي ليهم، المهم كلشي. وزيد على هاد الشيء كانت كتقول لراجلها وولادها على اي حاجه كتلقاها جديده ولا اي حاجه كتوقع. وهاد الشيء هذا كان مهم وبزاف، حيت في هاد الوقت غادي تعرض راسها للخطر. غتقولوا لي كيفاش؟ غنقول لكم السيده قطعت شعرها وصبغاتو بالحمر ولبسات حوايج بحال ديال الطبه، وبدات كتمشي لعند الجيران ديالهم ديال داك ساما وصاحبته بغرض انها كتقدم خدمات فابور في الديور د الناس. ولكن في الحقيقه هي كانت كدير هادشي غير باش تعرف معلومات كتر على هذاك الكوبل. وبالفعل غادي تجمعهم كاملين، وهي تمشي نيشان عند السلطات الفيدراليه والمحليه، وكيف العاده وللاسف حتى واحد ما بغى يعاونها. ولكن حيت كانت امراه وقاده ما بغاتش تستسلم، وقررت انها تكمل واخا يكون الثمن هو حياتها. وبسبب هذا الاصرار اللي كانت عليه غادي تلفت الانظار ديال واحد الضابط فيدرالي، وكان باغي يعرف ويشوف كاع المعلومات اللي مريم جمعاتهم. واللي بغيت نقوله لكم انه فاش عطات ليه كاع الادله اللي عندها واللي هي جمعتهم، غادي يبقى حل فمو من الدقه ديال الخدمه اللي دارتها. ولكن للاسف فاش وصلوا لهاد النقطه هذه، ساما غادي تختفى وحتى شي واحد ما كان عارف عليه شي حاجه. واخا هكاك عاوتاني ما غاديش تستسلم، وبقات كتقلب وكتجيب معلومات كتر عليه وشكون حتى الناس اللي كانوا كيخدموا معاه، واهم حاجه فين كانوا كيجلسوا. وفي ظل هذا الشيء هذا كامل اللي كانوا عايشين فيه، واحد الحاجه غريبه غادي توقع في 15 شهر 9 من عام 2014. هذا النهار هذا لويس ولد مريم كان جالس في المحل ديال المخدم عادي، وقبل ما يسدو يمشي في حالاته واحد الراجل غادي يدخل عنده وبقى كيشوف هذوك الطرابش د كوبوي اللي كان عندهم. وغير شافو غادي يلاحظ بانه الملامح ديال هذا الراجل ماشي غرابين عليه. وهنا غادي يكتشف بانه هذا الشخص هذا هو ساما. صونا لمو وقال لها بلي راه ساما عندهم في المحل. وفاش عرفت بهذا الشيء هذا غادي تصوني لهذاك الضابط وقالتها ليه، ورجعت صونات لولدها وطلبات منه باش يلاهيه وما يخليهش يمشي حتى غادي يجيو البوليس وشدوه. وفاش كانوا كيحققوا معاه غادي يعرفوا كاع الاسماء ديال الناس اللي عاونوه باش يخطفوا كارين. وكان واحد منهم واحد الوليد اللي كانت عنده يلاه 18 عام واللي كان سميتو كريستيان جوزي. وغادي يمشي وغادي يشدوه حتى هو وجابوه لعندهم. في التحقيقات هاد كريستيان كان خايف وبزاف لدرجه انه بقى كيبكي وكيطلب ويزاوق في البوليس يخليوه غير يشوف امه. والله لا زعما جاب لي الضحك. سيد في عصابه على قدها وكيتنخصص عليهم في حلوليه. المهم الغريب في هذا الشيء هذا كامل انه مريم تعاطفت معاه، حيت كانت كتشوفه مجرد ولد باقي صغير. وبكثرة ما شفها جابت ليه حتى الماكله ياكلها حيت كان فيه الجوع. وفي الاخير البوليس غادي يجبدوا منه معلومات اللي جدادين على البلاصه اللي كانت فيها كارين، اللي كتر من عام ونص وهما كيحاولوا يلقاوها. ولكن قبل ما يتحركوا ويمشيو للبلاصه اللي قال لهم عليها، كريستيان غادي يقول واحد الحاجه اللي كانت غريبه، حيت قال لهم غادي يديهم حتى لواحد البلاصه كانوا كيدفنوا فيها الناس اللي كانوا كيصفيوها لهم. من بعد هذه المعلومه الغريبه البوليس ومريم غادي يتبعوا المعلومات اللي عطا لهم كريستيان حتى غادي يوصلوا لواحد المزرعه مهجوره. وهذه المزرعه كانت فيها واحد الدويره اقل ما يقال عليها مرعبه. كانوا الحيوط ديالها عامرين بالضرابيط الرصاص وبزاف ديال البقع د الدم فزاج، وبلا عاد شي مشانق لقاوهم معلقين في السقوفه ديال هذيك الدار. ويمكن أسوأ حاجه غادي يشوفوها هي كثره الجثث اللي كانت مدفونه في هذيك الغابه. في هذا الوقت البوليس ومريم بقاو كيقلبوا على اي دليل يقدر يوصلهم لكارين، حتى غادي يلقاو واحد الشال ديالها. وهنا مريم تاكدت بانه بنتها غادي يكونوا صفاوها ليها في هذه المنطقه هذه. الغريب هنا انه كاع هذوك الجثث اللي جبدوهم طب شرعي كيأكد باللي حتى شي وحده منهم ما كترجع لكارين. ولكن القلب ديال الام كان كيقول بانه بنتها كاينه في هذه المزرعه، وبقات كتحارب المسؤولين باش يزيدوا من المجهودات ديالهم كتر كتر. واللي بغيت نقول لكم انهم غادي يبقاو كيقلبوا حتى ل 2015، وفي هذا العام هذا عاد غادي يلقاو كارين. وبلا ما نقول لكم الحاله اللي كانت فيها مريم والعائله ديالها، اللي يكتبها على شي مسلم وصافي. ما عرفتش الصراحه شنو اللي صعيب اكثر، واش تعرف بانه بنتها ماتت ولا تعيش حياتها كامله على امل انه بنتها باقا عايشه في شي بلاصه. الا وصلتوا حتى لهنا قولوا لي شنو اللي صعيب اكثر بالنسبه لكم. المهم من بعد هذا الشيء هذا اللي وقع، ومن بعد ما عرفت مريم باللي صافي بنتها صفاوها ليها، غتقدروا تقولوا لي صافي هنا القضيه هنا حبسات. السيده صافي لقات بنتها اللي كانت كتقلب عليها من 2012 وزيد عليها انتقمت من هذوك الجوج اللي صفاوها ليها. ولكن في الحقيقه لا،
حيت غادي تكتشف حاجة جديدة، حاجة اللي خلاتها تأكد بأنها مازال ما انتقمات من كاع الناس اللي كانوا السبب في الموت ديال بنتها. واحد النهار ومن بعد ما القضية صافي تسدات، مريم كانت دايزة قدام واحد المطعم، وهذا المطعم غادي يفكرها بشي وحدة كانت سميتها ألفيا، سيرفوز اللي كانت خدامة تما، وغادي تفكر حتى واحد الفلاش كان وقع ليها في 2012، ولكن هي ما كانتش راده البال في هذيك الوقيته، حيت من بعد الاختطاف ديال بنتها كارين بشيامات كانت هي وبنتها في هذاك الريستو، وتما سولات الفيا واش شافت كارين من هاد الجوايه هادو، وهي ترد عليها وقالت لها لا ما شفتهاش، وقالت لها باللي ما عرفاش اصلا باللي بنتها راها اختفات. واخا اي واحد يسمع لهاد الشيء هذا غادي يجيه عادي، الا انه مريم حسات باللي كاينه تما شي حاجه ما هياش. كيفاش ما عرفاتش باللي بنتها مفقوده وهي كاع الناس اللي كانوا في هذيك المنطقه وصلوهم الخبر وعارفين بالاختفاء ديالها؟ والاحساس ديال مريم في هذيك الوقيته غيقول لها بانه الفيا اكيد غادي يكون عندها يد في هذا الشيء هذا، وغادي تولي تاني كتبحث من موراها كيف ما دارت مع سما، وغادي تعرف باللي كانت في علاقه مع واحد من العصابه ديال لوز زيتاس. من بعدها غادي دير نفس داكشي اللي دارته مع الاول، وبقات كتراقب كاع التحركات ديالها وجمعات كاع الادله باش تمشي تاخذهم للبوليس. وبالفعل غادي يمشيو وغادي يشدوها، وفي التحقيقات غادي يكتشفوا حاجه اللي صراحه ما متيقاش لحد الان بانه الام حسات باحساس بحال هذا، حيت غادي يعرفوا بانه هادوك لي زابيل اللي كانوا كيجيو ليها من العصابه كانوا خارجين من الدار ديال هاد الفيا. من بعد هاد الشيء هذا مريم ما غاديش تحبس هنا، وبقات كتقلب وكتنبش في هاد الشيء هذا، حتى غادي تلقى عاود واحد السيد سميتو انريكي لويل، واللي عرفت من بعد بانه كانت عنده حتى هو علاقه بالخطف ديال بنتها، وبقات كتراقبو حتى غادي تلقى الدار ديالو وديال عائلته، وخلاتو حتى وصل النهار اللي كيمشي فيه للكنيسه وهي تعيط ليه للبوليس. بالفعل جاو وجبدوه من وسط عائلته. واش نتوما متخيلين الزعامه اللي كانت في هاد السيده هادي قداش؟ واللي صادم اكثر انه في هذا الوقت كانت عندها 56 عام، يعني ماشي شي وحده اللي باقا صغيره، 56 عام وكانت كتعرف تحقق وتبحث اكثر وحسن من البوليس اللي كانوا في المكسيك، بالعاد انها ما كانتش كتخاف نهائيا، وكانت كتستخدم شي اساليب اللي مرعبه، بحال انه كانت كل مره كتنكر باشكال مختلفه وكتبقى كتراقب وكتجمع المعلومات على اي واحد كانت كتحطو في عقلها غير باش البوليس يشدوه. واللي بغيت نقول لكم انه هاد العصابه ديال لوز زيتاس كانوا كيخافوا منها اكثر مما كيخافوا من البوليس في حد ذاتهم، حيت عاود غادي تعرف بانه كاين واحد اخر كانت عنده يد في الخطف ديال بنتها وكان كيخدم في واحد المحل اللي كيبيعوا فيه الورد، وغير دخلت عنده لتما وشافها هز قلوعو وهو يهرب. وغير باش نقول لكم راه ما خلاتوش فرحته، بقات تابعه بالطوموبيل حتى شداتو وزادت هدداتو بالسلاح اللي كانت هزاه معاها حتى جاو البوليس وشدوه حتى هو. بطبيعه الحال هادشي هذا كامل غادي يخليها تشهر بزاف في المكسيك، ولات كتشد قضايا ديال الناس اللي وليداتهم مفقودين او لا صفاوها ليهم عصابه لوس زيتاس، لدرجه انها كانت كتخرج وكتهضر بالسميه ديال الاهالي الضحايا اللي ماتوا. ولكن في نفس الوقت ما تنساوش بانها كانت مرة اللي كبيره في العمر، بمعنى انه الخطر غير ما كان كيزيد عليها. والمشكله الكبيره انه في شهر 3 من عام 2017 شي حباسه من عصابه لوز زيتاس غادي يهربوا من الحبس، وكان واحد منهم هو انريكي لويل. مريم غير عرفت بهذا الشيء هذا مشات للحكومه وطلبت منهم الحمايه، حيت كانت متاكده انه هاد المجرمين كاملين اللي هاربين غادي ينتقموا منها. وبالفعل الحكومه غادي يعاونوها وداروا ليها دوريات على الدار ديالها وحتى في خدمتها، واخا كانت الدعوه عندها ما كتعجبش غادي تبقى مكمله في الابحاث ديالها عادي. وفي 17 شهر 4 من نفس العام غادي تعرف بانه كاينه شي وحده خدامه كمربيه اطفال وحتى هي كانت عندها علاقه بالخطف ديال بنتها، وكيف ديما غادي تبقى مراقبها حتى غادي تعيق بها وهي تهرب. وفاش مريم كانت تابعها وحاولت تشدها غادي تطيح على رجلها وتهرسات، ولكن البوليس كانوا كملوا خدمتها اللي بداتها هي وقدروا يشدوها. هاد مريم هادي غادي تبقى خالقه الرعب في هاد العصابه حتى 10 شهر 5 من عام 2017، واللي كان هو عيد الام في المكسيك. مريم في هاد النهار هذا كانت راجعه للدار ديالها مع هذيك 10:30 ل 11 د الليل، وللاسف ما كانتش عارفه باللي النهار كامل واحد الطوموبيل تابعها ومراقباها، وهاد الطوموبيل هادي كانوا فيها شي محابسيه من العصابه ديال لوز زيتاس.
وغير وصلت للدار ديالها وحلات الباب الطوموبيل وهزات عكازها وجات داخله، غادي يتيريو عليها من الطوموبيل ديالهم وهربوا. في هذا الوقت كاع اللي كانوا في الدار سمعوا الصوت الغوات وخرجوا كيجريو باش ينقلوا مريم نيشان للسبيطار، ولكن للاسف قبل ما غيوصلوا غادي تموت ليهم في الطريق. هادشي هذا اللي وقع غادي ينتشر في المنطقه كالنار في الهشيم وفي المكسيك كامله، وكاع الناس اللي كانوا تما ما بغاوش عليها، وفي الدفينه ديالها غادي يحضروا كاملين بهم واللي كانوا باعداد اللي كثيره وبزاف. كانت بطله بمعنى الكلمه ودارت حوايج اللي ما قدروش البوليس وبزاف د الناس كانوا خايفين يديروهم، وخا صفاوها ليها القصه ديالها باقا كتعاود ليومنا هذا، حيت ما جابتش غير الحق ديال بنتها، بل عطات امل لكاع الناس اللي كانوا فاقدين وليداتهم بسبب العصابه ديال لوس زيتاس. حتى لهنا وغنكونوا سالينا القضيه ديالنا. شكرا لكم بزاف حيت كملتوها حتى الاخر. خليو لي الراي ديالكم فيها وما تنساوش تدعموني بزر الاعجاب، ونتلاقاو في فيديو جديد مع قضيه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.